بس تعرفون هذا الشعور الصعب، هذا الشعور الصعب اللي أنا ما أدري شنو ممكن أسوي، حيرة يا جماعة. هالإنسان هذا يضحكني لأنه هو الوحيد اللي قدر أنه يضيعني في أني أنا ساكت، مع أني أنا أكثر من يجيد الكلام. هالإنسان هذا وايد يضحكني لأني أنا أمام عيونه ما أعرف أعبر، مع أني أنا أفضل من يقول اللي في قلبه. إيش أسوي؟ صعبة جدا، مع أني يا جماعة بدون كلام مبين له كل شيء. لو هو ياخذ ثانيتين بس يتعمق بعيني عدل راح يشوف اسمه يتلالى بعيوني. هو لو شوي بس ينبش بقلبي راح تنكشف كل أسراري اتجاهه وراح يفهم كل شيء. بين هذا وهذا المجازفة مضحكة وصعبة. المجازفة مضحكة لأنها ممكن بأنك بعد ما تجازف تضحك فرح لأن قلبك وصل لوطن وحل بأمان وسط قلبه. ويمكن أنها هي تكون وايد صعبة لو أن هذا الإنسان ما بادلني نفس الشعور. يخرب بيتك يا إحساس حب من طرف واحد، لو مهما حاولنا أن احنا نفسر فيك ونتكلم عنك ونعبر تظل أنت أصعب إحساس ممكن أن احنا نحاول نغوص فيه. واليوم هذا أنا مستصعب كل شيء حواليني وأوجه رسالة لذاك وأقول حس ولا تحس، افهمني بس هم لا تفهمني. ودي أقول لك أحبك وخايف من ردة فعلك، ودي أقول لك تقرب وأخاف أنك تفهم إحساسي وما تقرب، أخاف تهرب. أصلا أنا في غنى عن أني أحرج نفسي أمام مشاعري ومشاعرك، وفي غنى عن أني أحرجك معاي لو ما كنت تبادلني نفس الشعور. أمانة هالإنسان يضحككم ولا ما يضحككم؟ فأظل راضي بصعوبة الموقف وأقول اللي ما كشفه كلامي يعل تكشف عيوني، واللي ما كشفت عيوني يعل يكشف إحساسي، واللي ما كشف إحساسي يعل إن شاء الله يكشف الوقت، وإذا ما كشف الوقت وأقول يا الله يا رب أنت كريم، هون علي هذا الإحساس الصعب وقربني منه. يا كم صعب أحب إنسان ومو داري بحبي له وأنا ما يبتله طاري، عبالة حر ما يدري إن آسرني، أخاف إن قلت له إني أنا أحبه أبخسر يومها قلبي قبل قلبه، وأخاف أسكت ويطلع كان ناطرني. أتصدق يعني ماكو شي عادي، قلبي من داخل ينادي ويتمنى لو تبين للنظر القلوب، لو مجرد بس يحط عينه بعيني راح يقرا اسمه فيني، لو تلامس ايده ايدي يمكن يدلوب. اتصدق يعني ماكو شي عادي، قلبي من داخل ينادي ويتمنى لو تبين للنظر القلوب، لو مجرد بس يحط عينه بعيني راح